تعالوا نعطيكم اسرار ثومية المطاعم واسوي لكم من عندها 4 خلطات ثومية منكهة بخلطات مختلفة حتى المطاعم ما يعرفوها. انا اسمي نوي والمتابعين يسموني ملك الخلطات. ومن بعد اليوم بعد ماكو اسرار مطاعم. واول شي راح نضيف نشا بقد كميته مرتين مي، نحطه على نار هادية لحد ما يصير هيك ثخين، نبرده وبعد ما يبرد نقطع القوالب، نخليه بالخلاط ونخليه فوقه ثوم وملح وليمون حسب الرغبة، شوية زيت ونخلطه بالخلاط لحد ما يصير عندنا قوام كريمي بهالشكل. وبهيجي صارت عندنا الثومية الأم اللي نستعملها بالسندويشات واللي كنا نعرفها. وهسه من نفس الثومية الأم راح نطورها ونسوي ثوميات منكهة. وأول وحدة ثومية بالأعشاب والجبن، وهذه الزبائن يعشقوها. راح نضيف جبن وزعتر ومعدنوس، فوقهم شوية خردل وبابريكا خشنة وكلش قليل خل. نخلط الخليط بالخلاط وهيجي خلاص ثومية بالجبن والأعشاب. لو أنت صاحب مطعم الثومية هاي راح تزيد الزباين عندك. بعدها راح نسوي الثومية السبايسي، وهذه من أسهل الأنواع وأطيبهن. نقدر نستعمل شطة عادية أو السيراتشا، بس أنا أفضل السيراتشا، والكمية اللي نضيفها حسب الرغبة. بس أنا ضفت ربع كمية الثومية، نخلطها وهيك صارت عندنا سبايسي ثومية جاهزة. بعدها راح نسوي الثومية حامضة حلوة بالسماق والشوندر. راح نضيف على الثومية سماق ومايونيز وشوندر، فوقهم معدنوس ونخلطهم بالخلاط. طعم الثومية هذا حامض حلو وعجيب ويا السندويشات. لو انتم اصحاب مطاعم فتأكدوا الثوميات هذه راح تزيد رزقكم. كان معكم الشيف نوي واستوى المايسترو.